السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله وصفه جديده غادا نبارطاجي معكم بريوات بواحد الحشوه اللي لذيذه، كيجيو زوينين مقرمشين ناجحين 100%. غادا نبداو. اول حاجه عندنا هي المقادير. بالنسبه للمقادير اللي نحتاجو، عندي هنايا البطاطا اللي سلقتها، قطعتها على هذا الشكل قطع وسلقتها مع شويه ديال الملح. غادا نحتاج هنايا الزعتر كيف كتلاحظوا معايا، هنايا راه درتو في واحد المقيله تقريبا واحد معلقه ونص كبيره. بالنسبه للتوابل، شويه ديال الملح، شويه تاع الكمون، شويه ديال البزار، عندي هنايا الجبن، وعندي هنايا الربيع اللي هو القزبر والمعدنوس. كيف كتلاحظوا هادو هما المكونات. ودابا غادا ندوزو مع طريقه التحضير وخليكم معايا. هنا البنات كيف كتلاحظوا معايا، بالنسبه للبطاطا كتخدموها على هذا الشكل، كتخدموها مزيان، كتضيفوا ليها هنايا الزعتر، نضيفوا حتى الربيع، هنايا الملح اللي كتبقى على حسب الذوق، شويه ديال البزار، مع شويه ديال الكمون، وعندي هنايا الجبن، تختاروا اي نوعيه اللي كتفضلوا. غادا نخلط الكل ونرجع معكم. هنا البنات كيف كتلاحظوا معايا، بالنسبه للحشوه هي هذه. من بعد ما خدمتها مزيان هنا في هاد المرحله غادي نحتاج شويه ديال الزيت الروميه. بالنسبه للورقه غادي نستعمل هاد الورقه كيف كتلاحظوا، هذه اللي فيها عشرة الورقات. هنا البنات كيف كتلاحظوا معايا، من بعد ما حليت هاد الورقه اللي شاركت معكم، هذه كتجيني على هاد الشكل، كتكون اصلا دايرينها في واحد البلاستيكه. كيف كتلاحظوا هذه هي الورقه. هنا كناخد هنا نبارطاجي معكم الطريقه. هنا كناخد الورقه وكنقسمها على 3 كيف كتلاحظوا معايا. خاص السكين يكون ماضي، بغيتو ديروهم صغار من هكا قسموا على 4. انا نقسمهم غير على 3. غادي نوريكم الطريقه وحتى نكمل الباقيه وغادي نشارك معكم. كيف كتلاحظوا معايا هي كتزول بسهوله. هانتوما صراحه عجباتني، زوينه كيف كتلاحظوا، والله الا واعره. هنا راني بديت كنعمر في البريوات كيف كتلاحظوا. هنا نتوما لكم الاختيار، بديروهم بريوات بديروا سيجار، لكم الاختيار. هنا اول مرحله قبل ما تبداو تعمروا ديما كونوا تقادوا بعد الورقه باش تجيكم سهله في العماره. هنا البنات غنبارطاجي معكم. هنايا خديت واحد شويه ديال الدقيق مع شويه كالماء باش غادي نسدو هاد البريوات. بالنسبه للطريقه، ها نتوما البنات هذه هي الورقه. خديت واحد الصينيه، غادي ناخذ واحد شويه من الخليط، كيف كتلاحظوا. ضروري يكون حداكم واحد البابي هنايا ولا كنبسطو على هاد الطريقه وكنبداو نقادو في البريوه ديالنا. نتوما البنات راه طريقه ساهله، غير زعما وديروها. ها نتوما هنا كيف قلت لكم البنات، هنا غادي تستعملوا بالدقيق، غير الدقيق والماء، ما ديروش البنات الزيت.
الا درتو الزيت غادي تحل لكم البريوه. صافي هاكا كنشدها وها هي البريوه جايه. كنتمنى التصوير يكون واضح ويعطي حقها، راه كتجي ناجحه 100% البنات. تنعاود معكم واحده اخرى. كتاخذوا الورقه كديروا هنايا الحشوه ديالكم وكنبقاو نخدموها بهذه الطريقه. هنا كديروا الاستعانه بالدقيق كيف قلت لكم. حيت الدقيق هو بحال اللصقه اللي غادا تقاد لكم الفريوه كيف كتلاحظوا. هما كيجيو ناجحين 100%. تقدروا تصاوبوهم وديروهم في بلاستيكه وتخلوهم في الثلاجه اولا في المجمد. الوقت اللي بغيتوهم كتجبدوهم كديروهم في الفران وكدهنوهم بشويه ديال التحميره مع شويه ديال الزيت وكيجيو مقرمشين هنا البنات. كيف كتلاحظوا معايا بالنسبه للبريوات ديالي اللي بالبطاطا وبالجبن كيجيو بنين بزاف. هنايا ملي ساليت التشكيله ديالهم هنايا غادي ندخلهم الفران وغادي ندهنهم غير بشويه ديال الزيت وشويه ديال التحميره. واكيد ملي يطيبوا نرجع معكم ونشارككم معكم.